النائب المحترم عصام سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر اللجنة المشكلة من المجلس الموقر على هذا المجهود الكبير، وقد أوضحت لنا وبذلت مجهود كبير. من الواضح أنها يعني اختصرت مسافات طويلة وقدمت بيانات مفصلة وانتقلت إلى أكثر من مكان، وبالتالي أنطلق من هذا التقرير الذي وصف المتظاهرين أو فرزهم قسمين: قسم المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقا من حقوقهم الدستورية والقانونية وهو القسم الأكبر، وقسم صغير من الذين يندسون في كل مظاهرة، سواء كان استخدموا أسلحة بيضاء أو مولوتوف أو ربما يصل الأمر إلى استخدام الخرطوش. ثم يعني أحاول أن أصدق السيد وزير الداخلية الذي قام بدوره أيضا وعرض بيانا سريعا حول الأحداث، وانتهى فيه إلى أن أول شيء أنه أغفل تماما المصدر الذي يصوب منه الخرطوش إلى من ذكرهم التقرير الذي تلاه الدكتور أسامة، أغفله تماما ولم يرد عليه، وإنما ذكر ما حدث لبعض الضباط وأفراد الشرطة من إصابات، وبالتالي أصبحنا بصدد أقسام 4 مش قسمين. يعني القضية ما عادتش داخلية وشعب، لا، أصبحنا بصدد أقسام 4، قسمين متظاهرين، قسم سلمي وقسم قليل بلطجية، وقسمين في الشرطة، قسم يصوب الخرطوش وقسم آخر لا يدري ماذا يحدث في وزارته. والحقيقة يا سيدي الوزير، إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، لأن في النهاية نحن لن نستطيع الاستمرار في دفع فاتورة ربما يكون القسم الخاص بالبلطجية وبعض الضباط والأفراد داخل جهاز الشرطة متفقين علينا، وربما هذا ما ستسفر عنه التحريات ويسفر عنه المجهود الذي بذلته لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد مثلا، حين ترى أن الكل يتبرأ في حين أن جريمة كبرى مكتملة الأركان وقع بسببها أو كأثر من أثرها أكثر من 70 شهيد وعدد كبير من المصابين، وفي النهاية الآن شعب كامل، الشعب المصري كله بقسميه، سواء المواطنين البورسعيديين اللي مش عارفين يتحركوا وعربياتهم بتتكسر ومش قادرين يغادروا بلدهم عشان خاطر يحملوا الجنسية البورسعيدية، وباقي الناس، باقي أفراد الشعب، وبناء عليه احنا الآن ما لاحظناه من بيان الوزير أنه يخشى أن يقترب من مساحة العصابة اللي موجودة في الداخلية. لابد لسيادته أن يقتحم هذا، ده مع التسليم بتصديق كل ما قاله، لابد أن يقتحم عش الدبابير ويطلع لنا مين اللي بيعمل الكلام ده في كل مديرية أمن وفي كل حتة وفي الوزارة اللي هم ما زالوا موجودين لغاية دلوقتي. شكرا يا ريس.